زمان القسط كان للعربية أو الشقة. دلوقتي بقى القسط لكل حاجة. تدخل أي محل يقولك ممكن تقسط الحاجة على 6 شهور. يا عم ده كيس سكر، يا عم ده علبة لبن. تضحك؟ لا، هو الموضوع مش مضحك، الموضوع كابوس. الواحد بيوافق وبعدين يكتشف إن كل حاجة بيشتريها بالقسط، حتى الحاجات اللي بتخلص في يومين. يعني تلاقي نفسك لسه بتدفع على كرتونة البيض اللي كلتها من زمان. الموضوع مش بس فلوس، ده إحساسك بالتحكم في حياتك بيختفي. كل خطوة فيها قسط، كل اختيار فيه التزام، وانت حاسس انك مش قادر تاخد نفس ومفيش فرصة تستمتع بحاجة صغيرة. بس الصعب انك تعرف ان الكل حوالينا كده. كل واحد بيضحك في الصور، لكن جوه كل واحد مخنوق ومش لاقي راحة. واللي بيكسر اكتر انك تحس انك بتشتغل كل يوم علشان تسدد اقساطك، مش علشان تعيش، مش علشان تتحرك، مش علشان تحب او تضحك، بس علشان تحافظ على حياتك اللي مبقاش فيها حرية اصلا. بس برغم كل التعب، في امل صغير انك تلاقي طريقة تضحك بيها، حتى لو حاجة بسيطة. انك تحس انك ماشي حياتك حتى لو مش كامل الحرية، بس الحرية اللي جوه قلبك محدش يقدر ياخدها منك. افتكر دايما، مش كل اللي علينا نقدمه، في حاجات صغيرة نقدر نحتفظ بيها لنفسنا، حتى لو ضحكة بسيطة، حتى لو كلمة طيبة، حتى لو لحظة هدوء. دي الحرية الحقيقية. سلام.